يا مساء الفل. ايه الاخبار؟ معلش اتاخرنا عليكم شويه، كان عندنا مشكله تقنيه، بس يعني الحمد لله اتحلت. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ مبسوط اني اكون معاكم النهارده. عايز بس اطمن ان الصوت يكون ان شاء الله تمام. تمام، يعني في رد فالناس يبقى كده الصوت تمام. اوكي، اهلا بيكم. انا اسمي محمد عبد القادر، كاتب وسيناريست وفي فريق بيت المشورة. مبسوط اني معاكم النهارده، وان شاء الله اتمنى تكون ساعه يعني لطيفه وفيها حاجه مفيده. احنا يعني النهارده هنتكلم كده مع بعض شويه. انا هبقى سايب في الاخر، هحاول اسيب في الاخر وقت ممكن للاسئله آه، على الشات يعني. فممكن اللي عنده سؤال يبقى بيكتبه على الشات، وانا في الاخر هحاول جدا اسيب وقت واحاول اقرا فيه الاسئله اللي هتبقى موجوده. طيب، احنا النهارده بنتكلم عن ايه وكلام على ايه يعني النهارده؟ بتهيألي حاجة ممكن تبقى احتياج عندنا كلنا. بتهيألي يعني اننا نكون محبوبين، يعني من الاحتياجات الأساسية للبني آدم، الاحتياجات النفسية الأساسية للبني آدم، انه يكون محبوب، ويكون في ناس كده آه، بتعزه وبتحبه وشايفاه بصورة حلوة ومبسوطين منه. من واحنا صغيرين بيبقى عندنا الاحتياج ده، وبنتبسط كده. ومن واحنا صغيرين كده ابقى مبسوط قوي لما ايه، بابا مبسوط مني، ماما مبسوطة مني، لما الاقي كده في نظرة انبساط كده من بابا وماما. ده من واحنا في الاول خالص يعني. بتملى كده حتة وبتبسطني كده وبتخليني، بتساعدني ان انا كمان اكون مبسوط من نفسي. آه، تمام، ده اوكي، وده حق مشروع واحتياج اتصور انه فاليد يعني، وطبيعي لينا كلنا. وفي الحقيقة يعني حابب احكي القصة كده من بدايتها، من اول ما بتولد وببقى بيبي صغير كده، باجي للدنيا بيبي كده صغير، وببقى مش بعمل اي حاجة في خالص ليها معنى. يعني في حالة عجز تام، بحتاج اتشال، وبحتاج اكل. هما اللي يعني بحتاج حد هو اللي بيبقى بيرعاني، بياكلني وبيشيلني وبيغير لي وبينظفني وهكذا. وانا غالبا مش ببقى بعمل اي حاجه خالص غير اني بعيط يعني. فتبقى حاجات، يعني لو في حاجه بعملها فتبقى حاجات تقريبا مزعجه. بس البيبي وهو في الحاله دي، رغم انه مش بيقدم اي حاجه خالص، بس مفترض انه بيكون محبوب جدا، وبيكون valuable، يعني عنده قيمته غالية قوي عند بابا وعند ماما وعند كل الناس اللي مبسوطين بيه، بدون ما يقدم أي حاجة خالص. كل ما بكبر شوية بشوية، في بعض المجتمعات، إياها دي اللي احنا ما نعرفش عنها حاجة. في حد بيقول الصوت بيقطع، مش عارف دي شكوى بقى عامة ولا إيه؟ طيب يعني غالبا الصوت تمام. اوكي، طيب. يعني باقي الناس بتقول الصوت كويس، فممكن يبقى الصوت فيه مشكلة عند حد تبع النت يعني بتاعه او كده. المهم، فكل ما ببتدي اكبر، كل ما الحب والانبساط ده، كل ما بيبقى آه بيتحط قصاد الحاجات اللي انا بعملها. يعني انا شاطر ولا لا، درجاتي كام، مؤدب وبسمع الكلام ولا لا، شكلي حلو مهندم كده ولا منعكش وعلى طول بتشاقى وعلى طول بوسخ نفسي وهكذا. كل ما ببقى بعمل حاجات مرضية، فكل ما بفضل محبوب، كل ما بيفضل الحب ده موجود. كل ما ابتدي اعمل حاجات مزعجة شوية او مش مرضية، كل ما الحب ده يبتدي ايه، يخستع كده شويه. ده طبعا مش في البيئه انجاز التعبير الصحيه او السويه، رغم ان مفيش يعني بيئه صحيه وسويه كده
في المطلق، بس يعني البيئة الأقرب إلى السواء. لكن في بعض المجتمعات اللي بالي بالكم المتقدمة كده اللي زينا، بتبقى الحكاية مرهونة، يعني ده قصاد ده، بيبقى هاتحب أو هاحس هاستقبل حُب وهيوصلني إني محبوب كل ما هابقى باعمل الحاجات اللي بترضي الكبار. آآ في في مجتمعات تانية يعني أكثر المفروض إنها يعني أكثر تقدُّمًا على المستوى النفسي يعني والوعي وكذا، لأ بيكون في طبعًا ثواب وعقاب وفي آمم في صح وغلط وتقويم، نقدر نقول في تقويم، لكن في حجر أساس ما بيتغيّرش أبدًا هو إنّي محبوب دايمًا، حتى وأنا باعمل حاجة غلط، حتى لو أنا باتصرّف تصرُّف ما كانش أحسن حاجة أوي، حتى لو أنا جِبت درجة مش حلوة في الامتحان، أيًا كان الحاجات اللي بتحصل بتبقى آآ ما لهاش علاقة بكوني محبوب وبكوني دايمًا مقبول في كل حالاتي، حتى وأنا باعمل حاجة مش أحسن حاجة أوي. فده يخلّيني لمّا باطلع كده للدنيا أبقى حاسس إن أنا ليّا قيمة، حاسس إن أنا مقبول و ومحبوب و وقيمتي ما لهاش علاقة بسلوكياتي أو بالحاجات اللي باعملها، والعكس صحيح. لو أنا باطلع الحُب اللي باخده مرهون ومشروط بالسلوكيات بتاعتي، فأنا باطلع أو مش بس بالسلوكيات، بالإنجازات بتاعتي، فأنا باطلع حاسس إن قيمتي في إنجازاتي. فلو ما عرفتش أنجز في حاجة معيّنة أو أخفقت فيها، لإنه أكيد أنا عمري ما هابقى شاطر طول الوقت بنفس الكفاءة وبنفس الدرجة، فلمّا الدرجة دي تتهز شوية، أحس إن أنا نفسي اللي باتهز، قيمتي أنا اللي بتتهز وكياني. لو عملت حاجة غلط، فأحس إن أنا كُلّي على بعضي كده بقيت غلطة. ف وده أكيد شيء مؤلم وشيء يعني صعب، و و و و و وأكيد ما نحبّش نكون حاسين إحساس زي ده. فعادةً أرجع تاني للسؤال الأولاني أو للفكرة الأولانية، عادةً الحاجة اللي هتبقى مريّحاني أكتر هي إني أبقى باعمل الحاجات اللي تخلّي الناس حواليّا مبسوطين منّي، بيحبوني، بيوصّلوا لي دايمًا رسايل حُب وقبول، علشان أنا كمان أبقى مبسوط و و و وراضي عن نَفْسي بشكلٍ ما. طيب، لغاية فين حرصي على إني أكون محبوب من الآخرين، لغاية فين صحّي، ولغاية فين ممكن نقول إنه يوصل لدرجة مش صحّية، لغاية فين في علاقاتي أنا ممكن أفضل آمم أفضل محبوب وباعمل حاجات بتبسط الآخرين بدرجة مش مؤذية ليّا، ولغاية فين نقول لأ، كده إحنا العلاقة كده مش أحسن حاجة أوي، العلاقة كده فيها شيء من الأذى بيحصل ليّا. في شوية أعراض كده للمشكلة دي، مشكلة إيه؟ مشكلة إن أنا أبقى بارضي الآخرين، ممكن باخد منهم حُب، بس بشكل مؤذي ليّا. في شوية أعراض للمشكلة دي، اللي هي بيسموها داء إرضاء الآخرين. داء في العلم اسمه داء يعني حاجة زي المرض كده. إرضاء الآخرين في حد ذاته كجملة كده في المطلق، يعني مش شيء وِحِش أكيد، يعني مش حاجة سيئة، إحنا مش جايين إحنا الدنيا عشان نعمل علاقات نقاوح فيها مع بعض ونبقى مزعجين فيها لبعض جزء من محبتنا لبعض إنه بنعمل حاجات نكون بنبسط بيها الآخر، ولكن إمتى بتتحول إلى داء وإلى مشكلة وإلى زي ما قُلت كده إلى علاقة غير صحية مؤذية ليّا. بعض الأعراض كده هتلاقوا في عرض مشهور أوي، أوي، وهو إني عادةً ممكن أكون مش باعرف أقول لأ، يعني عندي مشكلة في إني أقول لأ، ودي هتلاقوها يعني موجودة، هتلاقوها مشهورة كده ما بيننا يعني. كلمة لأ تبقى تقيلة كده، تبقى صعبة عليّا، ويمكن دي ليها جذور من إنه آمم
مش عارف إن أنا من وأنا صغير ما كانش بيبقى مسموح لي كفاية إني أعرف إني أقول لأ، أقول لأ على السبانخ مثلًا، لأ أنت هتاكل وأنت ساكت، ما فيش حاجة اسمها لأ. فكرة إنه لأ دي قلة أدب، فأنت عشان أنت مؤدّب فأنت ما تقولش لأ، فأنت تبقى دايمًا مطيع ودايمًا لطيف ودايمًا جميل. الattitude ده لمّا باكبر بيه على قد ما في جزء لطيف فعلًا، بس على قد ما بيوصل لحتّة كده لمّا أبتدي أبقى باجي على نَفْسي علشان الآخر يبقى راضي عنّي، وابتدي أبقى م مش باعرف أقول لأ، فأقول على حاجة أنا مش موافق عليها، أبقى باقول كده، كإن جسمي يعني أنا باقول بس أنا جسمي بيقول لأ، كل حتّة فيّا بتقول لأ، بس أنا باقول لإن أنا اتعوّدت دايمًا إني لازم أقول علشان لازم أكون لطيف وأكون محبوب وأرضي الآخرين، فأعمل حاجات أنا مش موافق عليها، حتّى لو حاجات عبيطة أوي، حتّى لو واحد صاحبي كلّمني وأنا جاي تعبان ومُرهق وكنت ناوي أقعد أنتخ كده في التكييف عشان الجو حَر، بس حد صاحبي كلّمني قال لي: "باقول لك إيه، أنا عايزك ضروري، ده أنا عايز أنزل أشتري بنطلون جديد عشان عندي خروجة مهمة بُكرة." ف وأنت بقى أكتر واحد بتعرف تنقّي معايا وبتعرف تلِف وبتعرف تفاصل، يالّا يا معلِّم هاعدّي عليك وننزل نشتري البنطلون مع بعض. أنا كنت راجع من الشغل يعني عايز أنتخ وحرّان وبتاع، ما صدّقت خدت دُش وكلت لقمة وهاقعد كده أتفرّج على حاجة والّا بتاع، والّا أقعد أنتخ ما أعملش حاجة خالص، بس لأ، أنا مش متعوّد أقول لأ، فأقول له: "تمام، أوكي، يالّا بينا." هو أنا مش هاخرج أتعسّف ولا هاتعذّب، بس أنا من جوّايا أنا ما كنتش عايز أخرج على فكرة، أنا كنت عايز أقعد في البيت. على قد ما دي حاجة ممكن تبدو بسيطة، بس على قد ما بتسبب مشاعر سلبية جدًا جوايا، إني أنزل كده أعمل مشوار فيه سِنّة تضرُّر كده، يعني هو الآخر ما أجبرنيش، هو أنا الحقيقة اللي بابقى يعني مُلزم نَفْسي يعني، فأنا بابقى نازل كده إيه، يعني على مضض، أنا نازل وأنا كسلان، أنا نازل وأنا مش عايز، الحاجة اللي بنعملها وإحنا مش عاوزين نعملها دي بيبقى دمّها تقيل جدًا، جدًا. من أول إني آكل حاجة أنا مش عايز آكلها، أو أنزل خروجة أنا مش عايز أروحها، حتى لو الخروجة دي حلوة يعني وما فيهاش تعسيفة يعني، بس أنا ما كنتش عايزها، لغاية قرارات بقى وحاجات كتير جدًا في الحياة ممكن أكون في بعض العلاقات في حياتي باتورّط فيها وما باعرفش أقول لأ، فمن أهم الأعراض هو إني أبقى مش باعرف أقول لأ، مش باعرف أقول لأ، أنا دايمًا متعوّد إن أنا أقول حاضر وأقول طيب وآجي على نفسي بقى مش مهم، آجي على وقتي، آجي على مجهودي، على طاقتي، على فلوسي، ده أكيد هيخلّيني عُرضة كمان للاستغلال بشكل كبير جدًا، يخلّيني عُرضة للاستغلال من كل أنواعه، المادي والمعنوي وكل حاجة. وللأسف الشديد لمّا أنا باكون شخص عندي الحتّة دي، فبابقى كإن في مغناطيس كده بيجذب ليّا الأشخاص المستغلين. وابتدي كده أبقى مش واعي إن أنا بادخل في علاقاتي دايمًا في نمط متكرر أنا مش واخد بالي منه، وشايف إن كل الناس وحشين وكل الناس مستغلين وكل الناس هو المشكلة أكيد للأسف بتبقى العلاقات اللي بادخل فيها جزء كبير منها كده، بس المفتاح عندي أنا على فكرة، ال 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 يعني أنا مش هاعرف أبدًا أغيّر الآخرين، بس المغناطيس من عندي أنا، الحتّة اللي فيها ال 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 الحتّة اللي باتجاب منها هي عندي أنا، إن أنا مثلًا مش باعرف أقول لأ، فابقى شخص سهل استغلاله، وساعات بقى بنتجاب بطريقة كده خبيثة أوي يعني كده، اللي هو إيه، أنا بقى واقع في ورطة وبُص أنا عارف ما حدش هيعرف يحل لي يطلّعني منها إلا أنت، بُص أنا متدبّس في شغلانة كده وما حدش هيعرف يخلّصها لي إلا أنت، أنت طول عمرك كده إيه اللي بتيجي إيه المنقذ بتاعنا. جُمل كده وحاجات يعني اللي هو الحاجات بتلبس توب كده لطيف، إن أنا بقى الجدع، إن أنا الشجاع، الشهم، صاحب صاحبه، يعني المجتمع برضه بيحُط لنا شوية عناوين لحاجات مش صحية، بس هي في الculture بتاعتنا كده معديّة دايمًا إنها حاجة جميلة جدًا وإنها فضيلة يعني، زي إنه مثلًا إن أنا مثلًا آآ آجي على نفسي عشان الآخرين، دي ممكن يعني كculture تكون بتتقدّم لنا إنها حاجة حلوة،
إنك تبقى إنكار الذات، والعطاء بلا مقابل، والعطاء بلا حدود، ومش مهم نَفْسي، ما بلاش تكون أناني، وفكّر في الناس، واخدم الناس. الكلام ده في شيء من ال يعني في شيء فاضل فعلًا، بس المشكلة إنه بيتحط في سياق مؤذي جدًا ليّا. يعني مين قال إنه علشان أبقى شخص مش أناني، فأبقى شخص باجي على نَفْسي، وبادوس على نَفْسي، وباجي على طاقتي، وباجي على وقتي، وباجي على فلوسي، وباجي على مشاعري، عشان خاطر أبقى جدع، وأبقى خدوم، وأبقى مش أناني، وأبقى آمم إن محبوب بين الناس. دي مشكلة كبيرة، لإنه أنا بيتهيأ لي يعني إنه بعد شوية حتى الحُب ده بيبقى ماسخ كده، لإنه مدفوع تمنه، أنا دافع تمن. أنا دافع تَمَن بقى من حاجات كتير أوي أنا باقدّمها، علشان خاطر أنول شوية رضا أو أنول شوية حُب، وآجي آخر اليوم أنا بقى مع نَفْسي ما فيش بقى. وللأسف ممكن بعد شوية لمّا ده يبقى نمط في علاقاتي، فالناس كمان تتعامل معايا. في مقولة جميلة أوي بتقول إيه: "من يتنازل عن حقّه يصبح حقًّا للآخرين." بعد شوية لمّا ده يبقى pattern يبقى نمط في علاقاتي، فأنا بعد شوية خلاص هابتدي الناس تبقى بتتعامل معايا إن ده العادي، ده حقهم أصلًا، وإن ده العادي بتاعي، إن أنا دايمًا موجود ودايمًا متاح ودايمًا بادّي ودايمًا مش باشيّل حد هَمّي وأنا لوحدي على طول. فيبتدوا بعد شوية يحسّوا إنه ما هو تمام، ما هو ده العادي، ما هو ده النمط العادي بتاعك. ف ف عشان كده ده بيبقى قد إيه بيوصّلني بعد شوية لإن العلاقة تبقى مؤذية جدًا، والعلاقة تبقى فيها آمم آمم بعد شوية يعني مع الوقت، أبتدي أنا علاقتي بنفسي كمان تتشوِّه، أبقى أنا مش عارف أوي أدّي لنفسي قدرها، أبقى اتعوّدت خلاص إن أنا مش موجود، يعني أنا دايمًا بعدهم كلّهم، أو أنا مش موجود أو مش مهم أنا. عارفين جملة مش مهم أنا، قُل لي أنت بس تحب إيه وأنا معاك على طول. لمّا ده يبقى دائمًا على طول بشكل نمطي في حياتي، ده هيوصّل لي رسالة بشكل غير واعي طبعًا جوّايا إن أنا مش مهم، أنا بقى فعلًا مش مهم، لا احتياجاتي مهمة ولا وقتي مهم ولا إرادتي أو رغبتي في الحاجات مهمة، مش مهم. المهم الناس تبقى مبسوطة وتبقى راضية وخلاص. وتاني نرجع لإنه كل ده يودّيني إني ما أبقى مش عارف أقول لأ، مش باعرف أقول لأ. حاجة كمان إنه أنا أكون ما باستحملش إن يبقى في علاقة في حياتي فيها توتُّر، فأنا دايمًا كل الناس تستلطفني، شايفاني لطيف وcute وحبّوب. ده دي ده في المطلق كده كلام جميل، بس على فكرة هو في مشكلة لمّا أبقى على طول، على طول دائمًا أبدًا ما حدّش بيتضايق منّي في حاجة وما حدّش يعني إحنا في المشورة لمّا بنبقى بنساعد أشخاص في جلسات مثلًا فردية أو كده، وشخص يكون عنده مشكلة مع إرضاء الآخرين، أمّا ييجي نشتغل عليها شوية، فييجي في وقت يقول لي: "ده أنا عملت خناقة مع ما أعرفش مين." أو فلان اللي كانت علاقتي بيه دايمًا جميلة جميلة ده اللي هو كان قبل كده شايفها جميلة. ابتديت لمّا أنا أقول رأيي في حاجة أو أقول ذوقي في حاجة أو أختار حاجة أنا على مزاجي وهو مثلًا مش عاجباه أوي، يتضايق ويتغيّر ويقول لي: "أنت ما بقيتش ما أعرفش إيه، أنت مالك اتلوّنت علينا، أنت مالك." تبتدي العلاقة يحصل فيها شيء من التوتر، على فكرة ده بيبقى علامة صحية جدًا. يعني بتبقى حاجة جميلة أوي إنه حاجة صحية حقيقي، مش جميلة بس صحية، إني أبتدي أطلع شوية من دور اللطيف دائمًا. لطيف دائمًا ده معناها إن أنا مش موجود في العلاقة، مش باقول إن أنا أبقى سخيف، ومش باقول إن أنا أعند وأحكّم دماغي بطريقة غبية، مش باقول كده أكيد، ولكن إن يبقى ليّا كياني، ليّا شخصيتي. ما ابقاش دايمًا كده إيه معاهم، شوفوا أنتم عاوزين تعملوا إيه وأنا تمام. ممكن أبقى باعمل كده مرّة، بس مرّة عليك ومرّة عليّا، يعني مرّة شوف أنتم عاوزين إيه، ومرّة شوف حد عايز إيه تاني، ومرّة أنا، ومرّة وهكذا، يعني الحكاية تلِف علينا كلّنا، ما ابقاش أنا اللي دايمًا م م زي ما قُلت لكم اسمها متماهي. متماهي يعني جاية من إنه ما ليش لون كده، ما ليش طعم، ما ليش كيان، ما ليش ذوق، ما ليش
اختيار في حاجة. ده بيخلّي العلاقة مُريحة شوية، إنها ما فيهاش توتُّر أو ما فيهاش شَد، بس بعد شوية العلاقة هتبقى آمم ما فيهاش تكافؤ، ما فيهاش. وده يودّينا لحتّة تانية، يعني قبل ما أدخل في الحتّة دي، عايز أروح عند سؤال كده. هو أصلًا أنا عمّال أقول من ساعة ما بدأت عمّال أقول العلاقة الصحية العلاقة الغير صحية، العلاقة الصحية والعلاقة المؤذية. طب هو إيه يعني العلاقة الصحية دي عاملة إزاي، والعلاقة الغير صحية أو المؤذية بتبقى عاملة إزاي؟ فأكيد دي ليها سمات معيّنة ودي ليها سمات معيّنة. العلاقة الصحية، وبرضه خلّيني أقول حاجة، ما فيش علاقة دايمًا صحية طول الوقت. يعني طول الوقت 24 ساعة في 7 أيام علاقة صحية. لأ أكيد ساعات طبعًا وارد الدنيا تتهز شوية، بس أنا باتكلم إن على النمط العام. العلاقة الصحية دي يعني إيه؟ يعني علاقة قايمة بين طرفين بينهم تكافؤ، بينهم يعني الاتنين موجودين بشكل متكافئ، فيها ندية. ندية مش إن إحنا نقعد نبقى نائر ونقير نتخانق مع بعض، مش دي الندية. الندية يعني إحنا الاتنين موجودين، إحنا الاتنين بينفع كل حد فينا يبقى له رأي مختلف عن التاني. الدنيا مش دايمًا ماشية برأي واحد بس، مش واحد اللي سايق والتاني تابع. العلاقة الصحية إحنا الاتنين موجودين وإحنا الاتنين بنقود هذه العلاقة. ساعات أنا باسيبها لك شوية وأنت بتسيبها لي شوية. العلاقة الصحية فيها أخْد وعَطا الاتنين. ما فيش علاقة صحية أبدًا فيها أخْد بس أو عطاء بس. ما فيش علاقة صحية أبدًا فيها طرف دائمًا بيدّي وبيبذل، يعني على طول كده طول الوقت، وطرف تاني باشا قاعد باشا كده سلطان زمانه بياخد طول الوقت. دي أكيد مش علاقة صحية خالص، دي علاقة سامة جدًا. وللأسف بيحصل يعني الدنيا بتتضبّط كده بالطريقة دي، كأن في اتفاق صامت بيحصل بين الطرفين. زي ما قُلت لكم في مغناطيس كده يشد ليّا الناس المستغلة. فالطرف المستغل ده هيحصل بيني وبينه كأن اتفاق صامت وغير واعي طبعًا، إنه تمام يا باشا أنت أنا هابقى قاعد سلطان زماني وأنت اللي هتبقى بتدّي وبتبذل على طول. العلاقة الصحية فيها أخْد وعَطا بشكل متوازن. أو يعني رايح جاي بشكل مش هاقول متوازن كمان، بشكل حُر. متوازن دي برضه فيها اللي إيه، إنها points بنسجّلها على بعض. أنا ادّيت النهارده فأنت هتدّي بُكرة، أنا وقفت جنبك النهارده فأنت هتقف جنبي لازم بُكرة. هي برضه مش بتمشي كده يعني، إحنا مش روبوت يعني، بس فيها حرية، فيها أخْد وعَطا بحرية. باخُد، ساعات باتعلّم يعني ساعات باستقبل وساعات بادّي. ممكن ساعات أدّي زيادة شوية، أنا عايز أدّي زيادة شوية، وساعات أنا أبقى ما عنديش طاقة فآخُد أكتر شوية. فيها رايح جاي كده بأريحية. فالعلاقة زي ما قُلنا الصحية فيها تكافؤ، فيها ندية، فيها أخْد وعَطا بشكل حُر رايح جاي بيننا. فيها احترام طبعًا أكيد. فيها احترام للاختلاف، بينفع نختلف فيها. فيها إن أنا بينفع في أوقات أقول لأ، يعني أقول لأ، أنا مش موافق على كذا. هارجع وإحنا صغيرين، أنتم هتلاقوني أنا باروح وباجي بقى كتير، فيعني كل الحاجات هتلاقوها يعني متوصّلة ببعضها. إني أبقى متعوّد أدّي على طول، زي بالضبط لمّا أبقى من وأنا صغير متعوّد ما باقولش لأ. نفس الفكرة في الأخْد والعطا. ممكن أبقى أنا اتربّيت بشكل أو في بيئة ما اتعلّمتش فيها آخُد. بالعكس اتعلّمت إنه لأ بلاش، ادّي على طول. وزي ما قُلت لكم المجتمع بيصدّر لنا شوية مفاهيم كده إن هي دي الفضيلة يعني، اللي هو لأ ادّي على طول، اوعى تاخُد من حد، لأ. فأبتدي أبقى مش باعرف أبقى مش عارف آخُد، أبقى كبير كده ومش باعرف في العلاقات أستقبل. أتوتّر جدًا لمّا أستقبل، وكإن كده جوّايا صوت بيقول لي إن أنا ما أستحقش. أنا ما اتعوّدتش، ما هو أنا لإن أنا من صغري زي ما أنا من صغري ما اتعوّدتش أقول لأ على السبانخ اللي كنت باكلها غصبٍ عني، فأنا كمان ما اتعوّدتش إني أنا أستقبل، آخُد. فحاسس إن اللي أنا خدته ده دي شيلة تقيلة أوي، ده تُهمة، حتى في الحاجات البسيطة جدًا.
إنه حد يقول لي كلمة لطيفة، أتوتّر وارتبك وأبقى مش عارف أستقبل المديح مثلًا، وأبقى لأ شكرًا أنت، ده أنت الأجمل، أنت الأحلى، أنت الأذوق، أنت الأحسن. أفتكر أنا مرّة زمان أنا زمان كنت في الحتّة دي كنت دايس فيها يعني، كنت غارز فيها يعني. مرّة زمان حد الله يمسّيه بالخير كده، كان بيقول لي كلام لطيف كده وأنا مش عارف أستقبل الكلام، يعني متوتّر وحاسس إنه كإنه دَيْن عليّا، فعمّال أقول له أنا مش مدّي له فرصة، فعمّال أقول له: "أنت الأحسن، ده أنت الأذوق، أنت عمّال فلقيته فجأة بيقول لي: "أنا بادّيك بونبوناية، يعني كُلها وابلعها واستطعمها كده واستطعم حلاوتها، أوكي، وبعدين في وقت تاني بقى أنت ادّيني بونبوناية تانية، بس أنت خُد البونبوناية اللي أنا مدّيها لك دي وابلعها كده واتبسط بيها." كإني ومش بابقى مصدّقه، بالضبط كان حد لسه كاتب موافق جدًا، بابقى كمان مش عارف أصدّق ده، مش عارف أصدّق، أنا متعوّد إن أنا اللي بادّي، أنا اللي باروح للآخر، لكن حد ييجي لي كده ويقول لي كلمتين لطاف آآ آآ أو يعمل معايا favor معيّن أو يجيب لي هدية أو يعوز يريّحني في حاجة، أنا مش متعوّد على ده. فأرجع تاني إنه بيبقى عادةً لو فتّشنا كده هنلاقي إن ده بيبقى pattern من الصِغَر أنا كبرت عليه واتعوّدت عليه من صُغري يعني. آآ فزي ما كنت باقول العلاقات ال 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 الصحية ليها بعض السمات، العلاقات الغير صحية هي العكس بقى، السمات العكس دي، اللي هي عاملة كده بقى، حد فوق وحد تحت، حد دايمًا بيدّي وحد دايمًا بياخد. فيها طرف كده دايمًا ما ينفعش يقول رأيه في حاجة أو ما ينفعش يختار حاجة، لأ دايمًا أنا تابع، في حد بيقود وحد تابع. يعني برضه من الحاجات اللي بتودّيني لداء إرضاء الآخرين وخلّونا دايمًا فاكرين كلمة داء، لمّا باكون برضه أنا دايمًا متعوّد إن أنا الغلطان. ودي برضه ليها علاقة بالتنشئة، إن أنا دايمًا اللي غلط، أنا دايمًا اللي مُلام، فأنا ابتدي أبقى أنا ب خلاص أنا أوتوماتيك من كتر ما كان ده بيحصل معايا، أنا بقيت أعمله أنا كمان، فأنا بقيت ألوم نفسي أنا كمان، فلمّا يحصل أي موقف حتى لو الطرف الآخر هو اللي كان غلطان، لأ أنا أول ترجمة بتيجي في دماغي إن أنا اللي كنت غلطان. إن أنا اللي أصل أنا أكيد اللي عصّبته، أصل أنا أكيد اللي نرفزته، أصل أنا ما كانش ينفع برضه آجي له في الوقت ده وهو جاي مقريف ومش طايق نَفْسه و و و وأروح قايل له كده، ما أنا ابتدي دايمًا أبقى شايف إن أنا اللي غلطان، وارد طبعًا أكون أنا عندي جزء من الغلط، بس أنا بابقى دايمًا شايف إن أنا غلطان. حتّة تانية كمان من الأعراض بتاعة داء إرضاء الآخرين، إنه زي ما قُلت إن أنا أبقى الحاجة اللي بدأنا بيها الكلام خالص إن أنا أبقى عايز أبقى على طول كل الناس مبسوطة منّي وبتحبّني، كل الناس، كلمة يعني الكل ده تعميم، يعني من الأخطاء التفكير التعميم، التعميم ده في حد ذاته خطأ خطأ فكري يعني، فأنا بابقى مستني إن كل الناس تحبّني وكل الناس ترضى عنّي للأسف أنا كده باجري وراء سراب. أنا عمري ما هابقى بارضي كل الناس، لو اتشقلبت ووقفت على دماغي أنا مش هاعرف أبقى بادّي كل الناس وبارضي كل الناس، مش هاعرف، مش هاعرف، أنا بني آدم أصلًا، فأنا بني آدم فأنا أكيد مش super hero يعني، ولا أنا إله يعني فائق ال المح ال ال القدرات يعني، أنا بني آدم بشر، فلا عمري هاعرف أرضي كل الناس، ولا عمري هابقى محبوب من كل الناس، عشان كده باقول لكم بيبقى شيء صحّي لمّا ابتدي أشتغل على الحتّة دي، شيء صحّي إن بعض العلاقات اللي كانت monotone وكانت دايمًا الدنيا ماشية فيها smoothie خالص، بس أنا مش موجود فيها، لمّا تبتدي يحصل فيها توتر ده بيبقى شيء صحّي، لمّا يبتدي يبقى في ناس تختلف معايا في الرأي ده شيء صحّي، ده شيء بيقول إن أنا بقيت موجود، إن أنا مش دايمًا اللي تشوفوه، زي ما أنتم عايزين، فعلًا لأ أنت تعرف أكتر منّي، أنت أدرى منّي، أنا ما أعرفش، حتى لو أنا عارف، لأ أنا ما اتعودتش أقول رأيي، ما اتعودتش، أو بابقى إيه، مش باحب المشاكل. ودي برضه مشكلة كبيرة بتودّي لداء إرضاء الآخرين، لمّا أكون برضه مش باعرف أتعامل مع الغضب من صغري،
ما كانش بيتسمح لي أغضب. فأنا أو مثلًا كنت في بيئة فيها غضب كبير يعني غضب عالي جدًا، وأنا بقى عندي فوبيا من الغضب. فأنا مش عايز مشاكل، فخلّيني إيه، في الأمان كده والدنيا أبقى مسالم جدًا. شيء جميل إني أبقى مسالم، بس أبقى مسالم لغاية فين؟ على حساب نفسي وعلى حساب إن ممكن شخص يتعامل معايا بطريقة مش لطيفة أو يبقى بيستغلّني وأبقى أنا ساكت عشان مش عايز أعمل مشكلة. أنا كده في علاقة مؤذية جدًا. دي مشكلة كبيرة، لمّا أبقى شايف إن أنا باُستغل وساكت علشان مش عايز أعمل مشاكل، لإن أنا ما اتسمحليش من زمان أعبّر عن غضبي، فأنا ما باعرفش أغضب. حد يضايقني كده ويستظرف كده ويحرق دمي بحاجة، وأنا أبقى محروق دمي بس مبتسم وعامل إنه يعني تمام بقى وبنهزر وبتاع، بس أنا من جوايا أنا مولّع، يعني مستاء جدًا وغضبان جدًا، بس أنا مش باعرف أتعامل مع مشاعري. من الحاجات برضه أعراض إرضاء الآخرين في علاقاتي، إني أبقى دايمًا زي ما قُلنا إني أبقى دايمًا لطيف ودايمًا ومستني أكون دايمًا محبوب من كل الناس، خلّينا فاكرين كل دي، إني أكون دايمًا متاح ومباح. أنا دايمًا متاح في أي وقت، متاح بقى في وقتي وزي ما قُلت في طاقتي وفي فلوسي، دايمًا متاح، ما ينفعش حد ييجي يقصدني في حاجة وأقول لأ. وتبقى عيبة بقى، ودي برضه المجتمع بيصدّرها لنا إنها فضيلة كبيرة جدًا، إنه لأ ما ينفعش حد ييجي يقصدك في حاجة. جميل جدًا ده، بس مش على حساب نَفْسي. مش ما ينفعش يبقى أنا معييش فلوس و وييجي حد بيستغلّني وأنا عارف إنه بيستغلّني، أو حتى لو معايا فلوس بس وهو بيستغلّني ماديًا مثلًا، وأنا عارف إن هو جاي عامل عليّا لقطة كده، بس أنا عشان اتحرجت أو عشان بقى يعني ما اكسرش بخاطره تمام. الإتاحة دايمًا دي بتوصّل كمان للآخر إن أنا بلا حدود يعني، أنا ما عنديش حدود، فأنا زي أرض كده مش متصوّرة ما لهاش سور. فأنا آسف في التشبيه اللي هاقوله ده، لو أنا الأرض اللي ما لهاش سور دي، أي حد عايز يدخل يرمي فيها أي حاجة بيدخل، لكن الأرض اللي ليها سور بيبقى ليها باب. أنا في إيدي بقى إني أفتح الباب ده وقت ما أنا عايز، ولأ، وقت ما أنا مش عايز مش هاعمل كده. فلو أنا دايمًا متاح، لأ دي مشكلة كبيرة. ما أقدرش ده بعت لي على الواتساب حالًا لازم أرُد عليه حالًا، ما أقدرش أبقى قاعد كده على نار كده، مع إن أنا قاعد مثلًا باعمل حاجة مهمة، باتفرّج، مش لازم على فكرة حتى حاجة مهمة، باتابع مسلسل باتفرّج عليه والّا فيلم. أنا مش في mood دلوقتي إني أسمع حاجة أو أتواصل في حاجة، لأ ما أقدرش، أروح على طول سايب اللي في إيدي وأرُد على طول. الإتاحة دايمًا دي مشكلة. محتاج أبقى ممتلكني كده، مش إن أنا هابقى رخم وبرّاوي ومش جدع برضه، عشان إحنا ممكن ساعات نتخيل إنه الحل إني أبقى extreme. مش كده، بس الحل إن يبقى المفتاح في إيدي أنا دايمًا، أنا اللي بافتح الباب باقفل الباب في الوقت اللي أنا أحب أعمل فيه كده. فأنا ممكن آجي على نفسي في وقت على فكرة، يعني ممكن آجي على نفسي وآجي على يعني أبقى جاي تعبان بس حد حبيبي يعني قصدني في حاجة فأنا نزلت عملتها معاه. لو أنا باعمل ده من وَسَع من جوايا بحرية. بحرية يعني إيه؟ يعني أنا أقدر أقول لأ، بس أنا مختار إن أنا النهارده هاتعب زيادة شوية عشان خاطر فلان ده باحبه. نيفين بتقول بياخد وقت التوازن ده. بياخد وقت التوازن ده، موافق طبعًا. وخلّيني صريح معاكم عشان أتوازن، عارفين بندول الساعة كده؟ أنا بابقى في الextreme اللي هناك خالص، فعشان أتوازن باخد يعني باتمرجح شوية بين الtwo extremes بقى، باروح هناك أوي خالص لغاية ما في الآخر أضبط في النُص. فطبيعي إنه في مرحلة كده أبقى رايح في الextreme التاني على ما أضبط. بتاخد وقت، موافق، بس بتيجي وبتشتغل يا جماعة وبتحصل. بتحصل إنه أبقى أوكي ممكن أعمل حاجة علشان أنا مختار أعملها. طَب أعرف منين إن أنا مختار أعملها فعلًا؟ أسأل نفسي ببساطة، هو أنا أقدر أقول لأ؟ محمد أنت تقدر دلوقتي تقول لأ؟ لو حاسس إن أنا أقدر أقول لأ بحرية تامة ومن غير ما أحس بالذنب، ودي نقطة مهمة أوي، تمام، أعمل ده. لكن لو أنا اللي مانعني أقول لأ، لإن أنا خايف، خايف بقى أترفض من الآخر أو مش عايز أحس بالذنب، لأ، في الحالة دي هابقى أنا ساعتها باوافق
يعني عشان أنا تحت آآ مظلة داء إرضاء الآخرين، إن أنا أنا لو عليّا أقول له لأ أنا مش عايز أنزل أصلًا، ده لو عليّا خلّيني قاعد يا عم في البيت مريّح، بس أنا هيزعل بقى وهيتقمص بقى ومش عارف إيه، أو هاحس إن أنا كده ندل بقى ومش جدع، لأ، أنا كده في مشكلة. محتاج أبقى باعمل الحاجة للآخر بحرية من وَسَع جدًا، وأنا عارف كويس إن أنا أقدر أقول لأ، والعلاقة الصحية هي اللي بينفع فيها أقول فلان معلش أنا كنت أحب أكون معاك النهارده، أو كنت أحب مثلًا بيكلمني باقول لك إيه أنا عندي مشكلة ي ه لأ من غير ما يقول لي هاطلبك، هو الاقيه بيطلبني أصلًا، ما أنا متاح بقى على طول، وعايز يقعد يحكي لي ساعتين المشكلة اللي عنده. أنا في وقت ممكن أختار إني أعمل كده لو أنا مش باعمل حاجة، أنا مختار إن الوقت ده أخصصه لحاجة زي كده، لكن في وقت تاني لو هي علاقة صحية بينفع يبقى عندي حرية إن أقول له طب بُص معلش أنا يعني مش عارف دلوقتي هابقى مش عارف أسمعك أوي، مش رايق أوي أو مش متاح، خلّينا نضبّط وقت نكون إحنا الاتنين فيه متاحين ونعمل كده. أنا كده باعمل إيه، كده ليه علاقة صحية، فيها تكافؤ، فيها إن أنا كمان موجود، فيها النديّة اللي كنت باقول عليها، أنا موجود والآخر موجود، فزي ما هو بيكلمني في الوقت اللي هو متاح بالنسبة له، أنا كمان محتاج أبقى باستقبل المكالمة دي في الوقت اللي أنا كمان فيه متاح، فنتفق على ميعاد مشترك بيننا، لكن إن أبقى دائمًا أبدًا كده أنا موجود دائمًا أبدًا، والمشكلة بقى في إيه، إني بابقى مهما على فكرة يعني، مهما كنت متصوّر إن أنا باعمل ده يعني من باب العطاء وإنكار الذات والتضحية ما أعرفش مين، والحاجات بقى إياها دي اللي زي ما قُلت لكم اللي بتتصدّر لنا كده إنها الفضائل العُظمى يعني، أنا من جوايا بابقى عايز تَمَن على فكرة، وبأُحبط جدًا لمّا بابقى أنا اللي محتاج وما بالاقيش، وزي ما قُلت لكم بعد شوية الطرف الآخر بيبقى متعوّد إنه أنا مش يعني هو عارف إن هو بس اللي بياخد، فهو ما عندوش استعداد يدّيني حاجة، من يتنازل عن حقّه يصبح حقًا للآخرين، هو أنا بقيت حق مُكتسب ليه، لكن هو بالنسبة له لأ أنا تمام، يعني هو مش لمّا هالجأ له هو مش هييجي، مش هيبُص أصلًا، فأنا أُحبط، أحس إني اتخذلت، باحس إني اتكسر قلبي. باحس إني ضحيت هنايا فداه، وإدت صوابعي ال10 شمع مش عارفة إيه، وبعدين يعني خدت على دماغي للأسف. فأنا أصلًا مستني مقابل على فكرة، ودي مش حاجة بقى وحشة، ما دي بقى الكارثة، إن إحنا كمجتمع بنبقى يعني فاكرين اللي بيتصدّر لنا دايمًا إنه دي كمان حاجة وحشة، إنه لأ العطاء بلا مقابل، ده كدبة كبيرة جدًا على فكرة، دي كدبة كبيرة. أنا ربنا عشان أبقى بادّي كده بلا أنا بني آدم، فأنا بادّي وأكيد من جوايا محتاج مقابل، مش مقابل اللي هو أنا بادّي لك دلوقتي عشان تدّيني هي مش مش بالشكل ال 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 مش استغلال ومش points كده بنسجّلها على بعض، ولكن أنا باحتاج لمّا أكون بادّي لك وبابذل أبقى باشوف إن في تقدير وفي عرفان بده، ده مش يعني دي مش حاجة شريرة، مش حاجة وحشة، ده شيء طبيعي بشري جدًا، إن أنا لمّا أبقى باقدّم حاجة، بابقى من جوايا مستني إن الحاجة دي تتقدّر، حتى لو مش هيتقدّم في المقابل، بس إنها تتقدّر، تتشاف حتى، فلمّا ده ما بيبقاش بيحصل وابتدي ألاقي إن الآخر بيتعامل إنه تمام ما هو ده العادي يعني بتاعي، فتمام يعني. فاللي هو بيبقى مؤسف ده جدًا، جدًا. أنا عارف إنها حكاية كبيرة، ده إرضاء الآخرين حكاية كبيرة، وأنا متصوّر إنه ممكن إن ناس كتير مننا دلوقتي يبقوا حاسين إنه آآ إيه ده يا نهار أسود! ده كل العلاقات حوالينا كده والّا إيه؟ أنا عارف، يعني عارف إن ده ممكن يبقى بيتقال. آآ مش معنى إني أنا في علاقاتي في حِتَت من ده إنها تبقى علاقة كده toxic بقى لأ، مش بالضرورة، بس ممكن تبقى العلاقة عايزة شوية ضبط زوايا من عندي، من عندي قبل ما تبقى من عند الآخر، يعني هي دايمًا البداية من عندي أنا، أشوف إيه النُقط اللي عندي اللي الآخر بييجي يدوس عليها ويشغّل داء إرضاء الآخرين.
إن أنا مثلًا مش باعرف أقول لأ مثلًا، أو الحاجات اللي كنا بنتكلم فيها دي. طبعًا الموضوع ليه تفاصيل كتيرة أوي أكيد عمرنا ما نلحق نتكلم فيها في وقت زي كده. موافق جدًا. في حد كاتب، أنا آسف مش بالحق أقرا الأسماء بس، إنه حتى الشغل، طبعًا في الشغل طبعًا ده إرضاء الآخرين أعراضه بتبان في الشغل جدًا. ألاقيني أنا كده دونًا عن الباقيين sorry يعني بالبلدي كده بيتحط عليَّ. أنا بقى اللي بالبِس في شغل وفي حاجات مش بتاعتي أصلًا، وأنا اللي باقعد ييجي مديري كده، يبقى أنا وزميلي اللي زيه زيي، اللي نفس الjob description بتاعتنا واحد، وييجي عندنا يلبّسني شغل زيادة ويقعّدني وقت زيادة، وما يعرفش يعمل كده مع التاني، رغم إنه إحنا الاتنين في نفس الحتّة. طب ليه؟ اشمعنى أنا والتاني لأ؟ المغناطيس بقى. عشان فلان مش بيعرف يعني مش بيقول لأ. وبتتذوّق بقى، طيب، hard worker، قلبه على الشغل أكتر، نقعد بقى نزوّقها طبعًا بعناوين كده، بورق سوليفان يعني. بنقعد نزوّقها، بس هي في الحقيقة هو استغلال طبعًا أكيد، أنا المسؤول عنّه أولًا. فطبعًا ده إرضاء الآخرين، يعني أعراضه بتبان جدًا في بيئة العمل بنسبة كبيرة. لمّا باكون ما عنديش كده ال 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 الحدود بتاعتي كشخص. آآ أنا يعني باحاول أقرا برضه وأنا معاكم الكلام. حد بيقول بس ساعات باشيل هَم الشغل أكتر من يعني عايز أقول لكم إنه يعني الأشخاص اللي بيبقوا واقعين تحت مظلة إرضاء الآخرين، بيكونوا قلوبهم جميلة أوي. يعني بتكون قلوبنا كده، يعني قلبي حامي كده على إني عايز أساعد وعايز أعمل حاجات كويسة وده جميل أوي إنه أفضل محافظ عليه. بس زي ما قُلت نفلتر بقى الحاجات ونعيد يعني أنقّح كده الأفكار كمان بتاعتي. موضوع كبير لإنه محتاج أشغّل حاجات كتير أوي، أشغّل أفكاري وأشغّل مشاعري وأتعلّم مهارات. بس أول حاجة خالص، خالص، علشان أمشي سِكّة أتعافى فيها من إرضاء الآخرين. إحنا طبعًا أكيد أنا باتكلّم بشكل موجز، وأكيد مش يعني أنا عارف طبعًا برضه ناس كتير أوي دلوقتي تقول لك إيه، طَب إيه الحل، إيه العلاج؟ أكيد يعني مش في الساعة دي يعني هنقدر نوصل لحاجة، لروشتة كده نكتبها يعني، يعني كان يا ريت والله كنت أتمنى. بس كمان عايز أقول إن كل قصة، كل حد مننا هيلاقي نَفْسه في حاجة من اللي أنا قُلتها، أو في كل الحاجات اللي أنا قُلتها. هيبقى له الكتالوج بتاعه بقى، هو الmanual بتاعه هو بقى الشخصي، ورحلته هو وسكته هو. بس هاقول شوية حاجات عامة كده. أول حاجة هاحتاج آخُد بالي منها وأنا بامشي السكة دي، إني أتعافى من إرضاء الآخرين في علاقاتي، كل بقى علاقاتي الشخصية والمهنية وكُلّه، إني أعترف إن أنا عندي هذه المشكلة، إن أنا عندي مشكلة إرضاء الآخرين. يعني ده في حد ذاته مهم إني أبقى باعترف بيه لنَفْسي أصلًا. كمان باحتاج، خلّوني بس أنا هاحاول. أوكي. فزي ما كنت باقول، أولًا أنا باحتاج أعترف لنَفْسي إن أنا عندي مشكلة مع إرضاء الآخرين. تاني حاجة هاحتاج أبُص على علاقاتي، وزي ما قُلت أشوف لغاية فين أنا علاقاتي فيها لغاية فين فيها من السمات الصحية أو من السمات الغير صحية. أبتدي آخُد بالي كده إني أتعلّم أقول لأ، ودي مهارة بقى، دي بتحتاج سِكّة برضه يعني وتفاصيل كتير أوي. أنا بس بادّي مجرّد دلوقتي مفاتيح كده نفكّر فيها يعني. آمم الموضوع بيحتاج شوية مهارات باتعلّمها زي ما قُلت على مستوى الفكر وعلى مستوى السلوك كمان. محتاج كمان أتعلّم أتعامل إزاي مع غضبي. يمكن أنا ما كنتش ما اتعلّمتش من وأنا صغير أتعامل مع غضبي إزاي. لمّا باغضب باحتاس كده وبابلع غضبي، فباجي على نَفْسي في حاجات. باحتاج أمشي سِكّة في ده، في إني أتعامل إزاي مع غضبي وأعبّر أصلًا عن غضبي أصلًا يعني. آمم طبعًا
باحتاج كمان أبقى عارف الفرق بين الأنانية وحُب النَفْس، عشان ده فَخ بقى، ده فَخ. لإن ممكن أبتدي ألاقي الناس تقول لك إيه، أنت تبتدي بقى تبقى بتفكّر في نَفْسك وعايز مصلحتك أنت يا عم. وعلى فكرة ده الطبيعي، الطبيعي إني أبقى عايز مصلحتي، والآخر اللي جاي يستغلني ده هو بيستغلني عشان هو عايز مصلحته، اللي طالب منّي حاجة وعايز يلبّسني فيها ده هو عشان مصلحته. فأنا طبيعي إني أبقى عايز مصلحتي وأبقى باحب نَفْسي. في فرق بين الأنانية وحُب النَفْس. الأنانية هو اللي أنا آسف يعني اللي بيحصل بقى فيّا، إنه شخص بييجي عليّا أنا، يعني عارف إن هو جاي على حسابي وعلى مجهودي وعلى وقتي لمصلحته ودي الأنانية. ففي فرق كبير بين إني لكن لمّا أبقى أنا باحُط اعتبار لنَفْسي ولوقتي ولمجهودي ولمصلحتي، دي مش أنانية، ده حُب للنَفْس وده شيء مطلوب جدًا. أنا مش هاعرف أحب الآخر بجد لو أنا مش باعرف أحب نَفْسي، ما هو فاقد الشيء لا يُعطيه. لو أنا مش باعرف آمم، آمم، عارفين لمّا قُلت من شوية إن كإني كده بشكل غير واعي بابقى كإني شايف إن أنا ما أستاهلش. فأنا لو أنا مش باعرف أحب نفسي، فأنا هابقى دايمًا شايف إن أنا ما أستحقش وما أستاهلش، فهابقى دايمًا حاطط الآخرين أولوية عليَّ، ولغاية يعني ما أُستنزف بقى وأبقى جِبت جاز خالص وما حدش هيبُص لي أصلًا ساعتها. فأنا محتاج أحب نفسي الأول، عشان أعرف أحب الآخر، وأعرف أساعد وحُبّي لنفسي هيساعدني. فلمّا هاعرف أساعدني، هاعرف أساعد الآخر. خدوا بالكم لمّا هاقعد أدّي، 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 أدّي دايمًا أنا هاتحرق بعد شوية، هاُستنزف خالص. فأنا علشان حتى أحافظ على quality الحاجة اللي باحب أقدّمها للآخر وأسعده بيها، أنا محتاج أعمل صيانة لنفسي أنا. في الطيارة لمّا دايمًا يقولوا إنه لو لا قدّر الله في مشكلة أو حاجة، فتلبس أنت الماسك بتاع الأكسجين الأول قبل ما تلبّسه للطفل مثلًا اللي معاك مثلًا أو حد معاك هتساعده. لأ، اضمن سلامتك أنت الأول قبل ما عشان تعرف تساعد الآخر. فهو حتى لو هنتكلم على quality المساعدة اللي أنا عايز أقدّمها، فهو جزء من إنها تبقى ليها quality كويسة، إنه أبقى أنا نَفْسي مش محروق، مش مُستنزف، مش كاره نَفْسي وكاره الحاجة اللي باعملها. فمهم أوي أبقى فاهم الفرق بين الأنانية وحُب النَفْس. محتاج أبقى فاهم إن ما فيش حاجة اسمها زي ما قُلنا عطاء بلا حدود أو عطاء بلا مقابل. دي يعني ده كلام كده ملايكة، مش ناس على الأرض معانا. محتاج أفهم إنه إنكار الذات ده شيء غير صحّي. أنا محتاج أكون موجود، أنا من حق نَفْسي عليّا أكون موجود في العلاقة أو في الموقف. وفي نَفْس الوقت زي ما قُلت بينفع أضحّي بس يعني أضحّي في حاجة وأبقى أنا مُدرك إن دي تضحية. تضحية بمعنى إن أنا باعمل ده بحرية، مش نتيجة إحساس بالذنب ولا إن أنا مش عارف أقول لأ ولا إن أنا خايف أترفض. أنا باعمل ده عشان أنا عايز أعمله، أنا عايز أعمل. وكلمة تضحية يعني شيء بلا مقابل. فأنا هابقى يعني ساعات بصراحة بنشتغل نفسنا، بنضحك على نفسنا كده، إن أنا هاضحي وأعمل مش عارف إيه، وأرجع وعملت له وسويت له وما عملّيش. الله! ما أنت يا معلم بتقول تضحية، ما هي تضحية دي يعني بلا مقابل. فلو قررت أضحي في شيء أبقى مدرك كويس إن أنا باعمله بإرادتي الحرة وبدون زي ما قُلت مش طالع من شعور بالذنب ولا من خوف بالرفض. و وأنا مدرك إن أنا مش مستني قصاده أنا باعمله عشان أنا عايز أعمله. في نفس الوقت باحتاج يعني أفهم إني مش محور الكون يا جماعة، ودي نقطة بقى مهمة أوي. ما حدش هيفضل مركّز معايا 24 ساعة، وما حدش هيفضل يسبّح بحمد الحاجات اللي أنا عملتها طول عمره. حتّة برضه ساعات تبقى خبيثة كده، إن أنا باعمل حاجات وباعطي للآخر وبابذل وبانكر نفسي، عشان دايمًا يفضلوا كده شايفين إنه ده محمد ده ما فيش منّه، ده محمد ده يا نهار أبيض ده أجدع واحد في الدنيا. لأ على فكرة، يعني تمام، آخرها هيتقال لي شكرًا وخلاص والدنيا بتعدّي. فأنا محتاج أبقى فاهم برضه إن أنا مش محور الكون يعني. محتاج أبقى عارف كويس إن أنا وأبقى أفكّر نفسي إن أنا محدود. فأنا عمري ما هاقدر أعمل كل حاجة لكل الناس. خلّينا فاكرين إن كل دي مشكلة كبيرة. نراجع أفكارنا كده وكل دي هنلاقي فيها إن كل كذا، أي حاجة فيها فيها تعميم يعني. فغالبًا هي ناتجة عن خطأ في التفكير يعني، ما فيش حاجة نقدر نعممها في الدنيا. فأنا عمري ما هاقدر أبقى باعمل كل حاجة،
ولا باسعد كل الناس، ولا باحب كل الناس، ولا كل الناس بتحبني. في مقولة كده لطيفة أوي، اللي هي مش لازم أعجب كل الناس، لإن كل الناس مش بتعجبني، وده طبيعي يعني. ف ف أبقى عارف كويس إنه أنا محدود، وأبقى عارف كويس إن أنا عمري ما هاعرف أرضي يعني أنا في نهاية يعني في النهاية خالص، عمري ما هاعرف أرضي كل الناس. يعني أهم حد أنا محتاج أرضيه وحقه عليّا إني أرضيه هو أنا. أنا أعمل الحاجة اللي أنا أكون راضي عنها وأكون حاسس بحرية وأنا باعملها. إني عمري ما هاعرف أرضي كل الناس زي ما قُلنا، وإن عادي إن حد مش بيحبني، وعادي إني أبقى الشرير في رواية أحدهم. يعني بنحتاج، لو أنا عندي مشكلة في إرضاء الآخرين، جزء من الحاجات اللي بتساعدني وأنا ماشي في السكة، أتحمّل إن أنا أبقى ساعات رخم، أبان رخم مع حد، إنه حد ردّيت رَد معيّن، قُلت لأ في حاجة، فهو اتقمص وشايف إن أنا رخم كده، أو إن أنا كده شرير، أو إن أنا كده أي حاجة. لأ معلش، أنا محتاج أستحمل أنا شوية الإحساس ده، محتاج أستحمل إن أنا الشرير في رواية أحدهم، طالما إن أنا كنت عايش عمري اللي فات كلّه متاح ومباح دائمًا وعُرضة للاستغلال. لأ، جه يعني آن الأوان بقى إن أنا أقف مع نفسي شوية، وزي بعضه لو حد هيشوفني شرير، أو هيشوفني اتغيّرت، أو هيشوفني بقيت بتاع مصلحتي أو شوية الكلام ده، أستحمل ده شوية وit's okay يعني. بعد شوية كمان العلاقات هتتنقّح يعني. محتاج أتعلّم شوية مهارات بقى كتير أوي زي ما قُلت، شخصية وسلوكية، زي إني أقول لأ إزاي، زي إني أعمل حدود صحية في علاقاتي، إزاي أتعامل مع المشاعر الصعبة زي الغضب مثلًا، وأتعلّم أعبّر عن غضبي، واصبر على نفسي. الموضوع محتاج صبر جدًا، جدًا. وزي ما قُلت هي حكاية كبيرة أوي. آآ إحنا في بيت المشورة بنعمل ورشة متخصصة في مشكلة إرضاء الآخرين، اسمها التعامل الصحي مع إرضاء الآخرين. يبقوا تابعوا الpage بتاعتنا. هيبقى بنعلن عن الورشة قريب، كل فترة بنعمل round جديد للورشة. بنتعلم فيها حاجات كتير أوي، مهارات بقى كتير أوي زي ما قُلت، سواء حاجات في ما يخُص الأفكار والسلوكيات والمشاعر. آآ بنطلع منها بشوية tools كده بتساعد في السكة يعني. اقروا كتير عن الtopic ده. في كُتب لطيفة في الموضوع ده، سواء كُتب سلسة يعني وبسيطة. آآ في كتاب مثلًا لطيف أوي اسمه توقّف عن داء عن داء sorry توقّف عن إرضاء الآخرين، بس مش فاكر اسم الكاتبة الحقيقة، بس ده هتلاقوه مثلًا موجود. في كتاب لأ بتاع من الفلامنكو بيتكلّم برضه شوية في الحتّة دي. في كتاب تعلّم قول لا تقريبًا، يعني هتلاقوا لو عملتوا search كده هتلاقوا كُتب في الtopic ده لطيفة، ممكن تساعد كمان شوية. آآ بس أنا خلّصت الكلام اللي كان عندي في الموضوع ده. وأنا الحقيقة كنت في يوم من الأيام حد آمم يعني بيعاني بشدة في داء إرضاء الآخرين، ويعني ربنا عفى عني أو بيعفي عني يعني فيها. السكة بت بت سهلة يعني، أو مش سهلة لأ sorry، مش عايز أقول، مش قصدي أقول سهلة. السكة ب بتشتغل، يعني حقيقي بتشتغل وفعّالة. بس بتحتاج مننا شوية صبر، وطبعًا وعي ومعرفة وعلم كتير وشغل على النفس يعني. أنا هابُص كده لو في أسئلة. طبعًا يعني كان كلام كتير أوي بيتكتب، ما كنتش بالاحق أوي أشوفه. لطيف أوي في غادة تقريبًا كاتبة زي ملخص كده لطيف جدًا. شكرًا يا غادة. في الشغل في سؤال من مريم: ممكن الإرضاء يكون مع شخصية معيّنة باتعامل معاها لإنها بتحاول تكسر حدودي، لكن مع باقي الناس ممكن ده إرضاء الآخرين يبقى مع أشخاص معيّنين، وباحتاج أشتغل عليه، أفهم بقى
إيه بقى الحتّة اللي الشخص ده بيtriggerها عندي، ما هو المفتاح دايمًا من عندي أنا، إيه الحتّة اللي هو بينكشها كده بيجيبني عن طريقها، فممكن يبقى الشخص ده في حاجة معيّنة طريقته شبه مثلًا طريقة مثلًا بابا زمان مثلًا لمّا كان مثلًا عاوز أبقى أخلّيه مبسوط منّي مثلًا، فمثلًا باتصرّف بطريقة معيّنة، مثلًا أنا باقول أي حاجة كده يعني. آآ أحاول يعني أدوّر كده وأوصل إيه الحتّة دي في يعني إشمعنى العلاقة دي، إشمعنى الشخص ده، غالبًا هالاقي حاجة معيّنة عند الشخص ده بتtrigger حاجة معيّنة عندي أنا، قد تكون زي ما قُلت حاجة قديمة في التنشئة بتاعتي مثلًا يعني. أو مثلًا بيدّيني قبول بطريقة معيّنة أنا كنت محتاجة لها أو محتاج لها من وأنا صغير مثلًا، وهكذا يعني. لو الزوج هو اللي عايش دور إرضاء الآخرين دايمًا وخصوصًا مع أهله لدرجة إنه يعني طبعًا يعني يعني في قصص يا جماعة، في قصص بتتحكي يعني فدي قصص، دي محتاجة شغل ومحتاجة يعني one to one يعني مش هتنفع في سؤال وجواب يعني يعني أبعاد كتير، وأنا في مكاني هنا أنا مش عارف البني آدم اللي بتسألي عنه ده، فأنا ما أعرفش أبعاد أي حاجة يعني. في ناس أول ما يلاقوك بتفوق وبتخرج من إرضاء الآخرين يحسّسوك طبعًا، طبعًا، بيحسّسوك بالذنب تاني، دي برضه نقطة محتاج أبقى يقظ ليها جدًا، زي ما قُلت أستحمل أن أكون الشرير في رواية أحدهم، يعني خلّيكِ فاكرة الجملة دي يا منار. طيب هابُص تاني لو في أسئلة. ممكن أكبر نصيحة ذهبية مثلًا أو فكرة ممكن الواحد ياخدها في الحسبان، زي ما كنت لسه باقول أتحمّل أكون الشرير في رواية أحدهم أحيانًا، و من يتنازل عن حقّه يصبح حقًا للآخرين، دي ناخد بالنا منها أوي يعني. أنا باشكركم جدًا، sorry إن إحنا دخلنا متأخّر شوية، بس كانت ظروف خارجة عن إرادتنا. شكرًا ليكم، اتبسطت في الوقت ده معاكم خلال الساعة دي، أرجو يكون الوقت كان يعني خفيف كده ومفيد قدر الإمكان، ويعني نلتقي معاكم على خير في لقاءات أخرى مع بيت المشورة، ساعة لنفسك. شكرًا.